اللي انت قريته في العنوان ده حقيقي. حسن ما كانش راجل، لانه كان شخص انهزامي جدا ومستسلم لكل قرف الحياة. حسن بيمثل واقع قد نكون بنعيشه كلنا في حياتنا دلوقتي قدام اخواتنا، او في قضايا تانية كتير في حياتنا بتقابلنا، بنكون فيها مستضعفين ومش قادرين نعمل اي حاجة، عارفين اننا مستضعفين ونفسنا اننا ناخد حقنا، ولكن بنصمت اوقات كتير جدا. فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو هو فيلم قدر يعمل حالة سينمائية جديدة وغريبة جدا، بطلها في كتير من الاحيان الركود والصمت اللي هنلاقيه مسيطر على 50% من احداث الفيلم. الصمت اللي بيصمته بطل الفيلم في اوقات كتير هو حالة معبرة جدا، قد يراه البعض انه تباطؤ في الاحداث، وقد يراه البعض الاخر انه هو بطل الحكاية بتاعتها. يبدأ الفيلم على شاشة تلفزيون وجواها ضبع، والضبع ده في غابة كبيرة جدا بيفترس حيوان بدون اي رحمة. وبعد شوية بنكتشف ان المشهد ده في شاشة في بيت حسن، اللي مع الظهور الاول ليه بنلاقيه ان هو بيلعب مع الكلب بتاعه. مع اللحظة الاولى هيظهر حسن ما عندهوش اي مشاكل ولا بيعاني من اي صعوبات في حياته، لان طريقة لعبه مع الكلب بتاعه طريقة مرحة جدا. ضحكت عليك يا عبيد. لكن بعد شوية هنكتشف ان حسن هو كتلة هموم ماشية على الارض، بداية من بيت اللي صعب جدا ان حد يعيش فيه، كل حاجة قديمة ومتهالكة زي بيوت كتير جدا. بنتعرف كمان مع الدقايق الاولى على ام حسن. ايه رأيك في البيض؟ اللي ناقصه ملح ده؟ اللي ناقصه ملح. وبنعرف ان هو ملهوش في الحياة غيرها هي والكلب بتاعه، الكلب بتاعه اللي بيعتبر الصاحب الوحيد لحسن، والحاجة المهمة جدا بالنسبة له واللي محسساه ان هو عايش، لان حسن ما كانش لاقي وفاء الكلب ده في اي حاجة في حياته. الكلب اللي يبدو عليه ان هو كلب بلدي عادي خالص، وحسن مسميه رامبو على اسم الفيلم الشهير واللي كان متأثر بيه جدا حسن في طفولته. رامبو البطل اللي ليه قصة مهمة جدا معانا في اخر الفيلم ده. ومع تتابع الاحداث هنعرف ان حتى البيت الرديء اللي عايش فيه حسن وامه ده هو بيت محل نزاع من كارم، الشخص البلطجي سيء السمعة في المنطقة، وصاحب البيت اللي ساكن فيه حسن، واللي مأجره لهم ايجار قديم وعايز يديهم ملاليم في مقابل ان هم يرحلوا من البيت ده بالعافية وبالبلطجة وبدون اي مبرر. الفلوس دي ما تجيبش عشة. والله ده حوارك بقى، تشوفي عشة تشوفي زريبة، المهم شهر وتتكلي على الله. ومن النقطة دي بنتعرف على جوانب تانية في شخصية حسن، زي انه شخص مش بيعرف يحمي نفسه ولا يقف قدام الظلم عشان ياخد حقه وحق والدته، بالرغم من ان حسن شغال شغلة عكس شخصيته تماما، شغال فرد امن ومسؤوليته هي الحماية، وده جانب متناقض زي حياة حسن بالظبط. مش عارف يحمي ابسط حقوقه من بلطجي عايز يطردهم من المكان اللي هم بيناموا فيه ومستكتروا عليه، وده بنعرفه لما ام حسن هي اللي بتتصدر المشهد عشان تحل مع كارم البلطجي. مستكرين بالراحه. استنى انت يا حسن، عايز تخرجنا من شقتنا وتدينا 30,000 جنيه، يبقى مين اللي بيعمل مشاكل؟ كارم اللي بالرغم من جبروته وقوته في انه عايز يطردهم، لكن ما يقدرش يعمل كده بشكل كامل، لانه ما عندهوش مبرر قوي قدام الناس واهل الحته، وكمان لان ام حسن ما زالت محتفظه بحجه البيت اللي تقدر تقف بيها قدامه ويكون دليل قوي ان البيت ده هو لسه بتاعهم ومحدش يقدر يطلعهم منه. حجه البيت اللي بترجع فورا ام حسن عشان تدور عليها، واثناء ما هي بتدور عليها وبتلاقيها بنلاقي شرايط مرمية في الأرض، شرايط مسجلة لأبو حسن اللي مازال لحد النقطة دي من الفيلم هويته مجهولة وما نعرفش عنه أي حاجة. الأمر اللي خلانا نستنتج من بداية الفيلم كده ومن الحالة اللي موجودة إن هو ميت. موضوع والد حسن ده هو موضوع مجهول حتى الحسن ذات نفسه، هو ما يعرفش فعلا إذا كان والده ده ميت ولا عايش ولا إيه بالظبط، لكن الشرايط دي بتفتح لنا خط تاني في تكوين شخصية حسن، وإيه اللي خلاه يوصل للحالة الحالية من الاستسلام والصمت وملامح الوش المهمومة دايما. عشان كده حسن بيشوف الشرايط دي أثناء مامه بتدور على حجة البيت، وفورا بياخد الشرايط دي عشان يروح يفرغها في محل، عشان ياخد التفريغات دي على تليفونه ويبدأ يعرف الحقيقة منها. يظل الموضوع بتاع والد حسن ده مجهول لحد ما الشرايط دي تتفرغ. بنلاقي حسن بيقف قدام امه ويقول لها ما تيجي نمشي بالتراضي كده وبكل هدوء، نظرا لانه خايف يقف قدام الشخص ده. هو جواه قادر يقف قدام الشخص ده، لكن هو مستسلم لفكرة ان خلاص سيبه، والمبدأ ده هو مبدأ غلط في احيان كتير جدا. ما تيجي نمشي يا ماما. نروح فين؟
ده بيتنا وعمرنا ما هنفرط فيه. حسن ما يعرفش ان هو لو استسلم لكارم ده وخد منه الملاليم وعطاله البيت هيلاقي 1000 كارم تاني يعترضوا في طريق. بالسلبية دي وبانهزامية حسن بيخلي كل حاجة تضيع من ايده وبيخلي الناس تاكل حقه اكتر واكتر، وده بنشوفه في مواقف تانية في الفيلم زي زميل حسن في الشغل اللي دايما مستقطعه وبياخد منه السجاير غصب عنه لانه عارف ان حسن عمره ما هيعترض لانه ما بيحبش يوجع دماغه. هات سجارة. معيش. معكش ايه؟ ما انا شايفها يا كداب. يا عم تشتري زي الناس يا جدع ما تبقاش وحش. بيعدي المواقف وخلاص عشان الناس تحل من على دماغه بالعربي كده يعني. كل ده بنكتشفه في شخصية حسن لحد ما بتحصل حبكة الفيلم ده اللي بتعتبر هي حبكة غريبة جدا، وبطل الحبكة بتاعتنا هو الكلب بتاع حسن. حسن بيرجع على منطقته تاني هو ورامبو الكلب بتاعه. رامبو اللي هيكون فيه صفة من فيلم الطفولة بتاع حسن وهي الشجاعة، بالرغم من انه كلب بلدي وكارم ذات نفسه استهون بيه في بداية الفيلم، لكن رامبو ده هو اللي هيكون نقطة تحول الفيلم وهيكون سبب في كسر كارم وهيعمل اللي محدش قدر يعمله. رامبو أول ما بيوصل الحارة بيفكوا حسن وبيروح يعمل حمام على عربية كارم، الأمر اللي بيخلي كارم يعتقد إن حسن هو اللي مسلطه، ولأن كارم عارف حسن كويس نزل عشان يستلمه. في وسط ترقب من حسن وخوف من اللي هيعمله كارم فيه، خوف بيخليه يسأل رامبو وكأنه إنسان واقف قدامه: انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ بينزل كارم من العربية بتاعته بيروح يتخانق مع حسن خناقة من اللي هي وبيضربه جامد جدا. حسن ولا بيدي اي ردة فعل. عركة جامدة جدا في وسط حارة ساكتة تماما، مفيش حد سامع اي حاجة فيه، مفيش غير كائن حي واحد بس هو اللي شايف الموقف ده، وهو الصديق الوفي لحسن، رامبو. حلو تعالى يا الورشة دي هتكبر غصب عن أهاليكم هتكبر. اللي أول ما بيشوف الموقف ده وأول ما بيشوف صاحبه بيتضرب وبيتهان ما بيقبلش إن هو يسكت على الإهانة دي، لأنه باختصار ما عندهوش مخاوف حسن، وبينزل جري عشان يهجم على كارم وبيعض كارم تحت الحزام، المكان اللي مخلي كارم يتقال عليه إن هو راجل، لكن في واقع الأمر اللي هو بيعمله ده ملوش علاقة بالرجولة. مرضاش يشوف صاحبه في موضع انهزام من بلطجي جبان. بلطجي عايز موقف شجاع بسيط جدا عشان يتراجع عن اللي بيعمله، حاله حال اي بلطجي بيتحامى بس في المطوه اللي في جيبه. خناقه ما بين رامبو وكارم قطعتها ايد مجهوله ضربت رامبو على دماغه بالشومه عشان الكلب ده يتعور تعويرة جامدة ويغيب عن الوعي، الأمر اللي بيخلي فيه طار يظهر ما بين رامبو الكلب وما بين كارم. طار بيخلي الصراع والنزاع يزيد أكتر ما بين كارم وما بين حسن وأمه هما كمان. بيستنى حسن لما ينقلوا كارم على المستشفى عشان ينزل هو كمان يعالج الكلب بتاعه، وبيروح حسن المستشفى في وقت متأخر جدا، الأمر اللي بيخليه ما يلاقيش أي حد في المستشفى دي وكلهم مشوا. بيقترح عليه حارس المستشفى حلاق كان شغال في المستشفى دي ولكن اتطرد منها من شهور بسيطة، والشخص ده هو الوحيد اللي هيقدر يساعده ان هو يوقف النزيف بتاع الكلب بتاعه ويقدر ينقذ حياته. بيوافق حسن ان الكلب يتعالج عنده لانه ما عندهوش اي حل تاني. بيظل الحلاق ده موجود ولكن هيكون في دايرة اهتمامات حسن، ومن النقطة دي بتبدأ رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الرحلة اللي هنتعرف فيها على حاجات تانية كتير جدا وعلى جوانب تانية من شخصية حسن. وبداية الرحلة بتكون لما حسن بيروح عند مطعم مجهول يستنى بنت مجهولة ما نعرفش هي مين بالنسبة له، ولكن مع وصول البنت دي بنعرف من غير فقاقة كده ان هما الاتنين كان بينهم قصة حب وما كملتش، واللي هتخلي رامبو عندها في السكن لحد ما حسن يرجع يشوف حل مع كارم في الحارة تاني. كارم اللي بقى المطلب بتاعه الوحيد ان رامبو يجيله عشان يقتله وياخد حقه منه. المطلب ده لو ما تنفذش كارم هيطرد حسن وامه بره البيت بتاعه. انا عايز الكلب راجل لراجل. كل الغاية دي عشان حتة كلب؟ حقي عندي. ومش بس بره البيت، بره المنطقة كلها، والكلام ده بيقوله كارم في قعدة عرب عملوها أهل المنطقة عشان يشوفوا حل للمشكلة دي. بيظهر فيها واحد هو اللي المفروض كبير القعدة دي، ولكن ده في ظاهر الأمر بس. اللي متسيد القعدة واللي متقدم المشهد هو كارم، اللي كده كده كلامه هيمشي على كبير الحتة حتى. طب والبيت اللي عايز يطردنا منه؟ ودي كمان سهل،
يلا حسن قوم هات الكلب. مش هنا. وعلى الجانب التاني بنعرف فعلا تفاصيل عن شخصية أبو حسن لما بيسمع الريكوردات المسجلة، واللي بنلاقي فيها إن أبوه شخص مرح جدا، كان بينهم وبين بعض ألفة كبيرة جدا، كان أبوه بيحب أمه جامد. وبنعرف برضو من خلال الريكوردات دي إن أبوه طفش، ما ماتش ولا حاجة. الدنيا بتضيق في وش حسن وما بيبقاش عارف هيعمل ايه، هيسلم البطل اللي انقذه ولا هيطرد من بيته وهيقعد في الشارع هو وامه. ومن هنا بتبدأ رحلة اخفاء رامبو عن كارم، وبيبدأ حسن مع صاحب الشغل اللي هو شغال عنده. لما بيروح له وصاحب الشغل ده بيرفض بشياكة ان رامبو يكون موجود في الفندق اللي شغال فيه حسن، وقال له ان اخرك انت والكلب تقعدوا بره الفندق، لكن انه يبات جوه انا اسف مش هينفع. بنلاقي كارم بيروح عشان يمارس علاقة مع واحدة، عشان يشوف نفسه ويجرب نفسه بعد ما الكلب عضه، وبيلاقي نفسه ان هو بينزف جامد جدا، الامر اللي هيخلي الطار يشعلل في دماغ كارم اكتر واكتر. وبنلاقيه فورا بيروح بكل غل لبيت حسن وامه وبيخترق البيت بدون اي حرم. هو واحد تاني جايبه عشان يهد حيطان البيت ده ويوسع الورشة بتاعته زي ما هو عايز. هخليهم يرموك في اقرب صفيح الزبالة، ومش هتطولي مني ولا مليم، حتى شوية كراكيب الخرا بتوعكوا دول ابيعهم واخد حقهم، او يجيب الكلب وافكر. الامر اللي هيخلي حسن يلجأ للحلاق تاني ان هو يشوف له صرفة في انه يوديه اي مكان يرعى الكلب ده، مكان هو بيعتبر اسقاط على حياة حسن، ان الكلب القوي هو اللي بيبقى والكلب الضعيف هو اللي بيموت، لحد ما بيحصل حدث غير متوقع. الحدث بيبدأ لما زميل حسن في الشغل بيقول له ان صاحب الشغل لقالك مكان عشان تودي فيه رامبو. حسن بيفرح جدا بالمكان ده وفورا بياخد رامبو وبيروح، ولما بيروح هناك بيلاقي المكان فعلا مناسب جدا ان رامبو يقعد فيه، وانه هيلاقي كمان رعاية في المكان ده. ولكن دايما الحاجات الحلوة مش بتكمل مع حسن. أثناء ما حسن بيعمل اللعبة الشهيرة بتاعت رامبو إن هو يضربه بالنار ورامبو يعمل نفسه ميت، حسن بيلاقي طلقة حقيقية ضربت رامبو. والطلقة دي مصدرها هو كارم. ومن هنا بنستنتج ان زميل حسن في الشغل هو اللي فتن وودى كارم للمكان اللي رايح فيه حسن عشان يتخلص من رامبو، الامر اللي بيخلي الصمت والذهول يسيطروا على حسن بشكل كامل جدا، وما بنبقاش عارفين اذا كان رامبو فعلا مات ولا لا. صمت وذهول بيستمر لثواني بيقطعها صوت الدكتور وهو بيقول لحسن ان رامبو خد خرطوشة في عينه ولكن هو مازال حي، الامر اللي هيخلي فيه غل يزيد جوه حسن، ولكن الغل ده هيظل جواه. وهنا بيجي دور البنت اللي كان بيحبها حسن الاول، واللي مخطوبة لواحد كبير في السن، خطيبها اللي اخيرا هيلاقي حل لحسن والكلب بتاعه ان هو يهرب، اللي هيساعد حسن لان هي معرفاه ان هو زميلها في الشغل وهيوديه عند ناس هتتبنى رامبو. ولكن حسن بيتفاجئ هناك ان الناس دي مش قاعدين في مصر، وهيسافروا بالكلب لكندا في وسط ترقب ان حسن هيرفض العرض ده، ان رامبو يبعد عنه. لكن المفاجأة ان وافق حسن ان رامبو يروح كندا. وعلى الجانب التاني هنلاقي ان كارم بيزود في العيار اكتر على حسن وامه وبيطردهم من البيت بشكل نهائي، الامر اللي هيخلي الغل جوه حسن يزيد اكتر واكتر، وهيخليه اخيرا يسترجل وياخد وقفة قدام كارم وما يكونش انهزامي ولا شخص بيسيب الجمل بما حمل ويقول انا مالي. واخيرا بيروح حسن عشان ينتقم من كارم زي فيلم رامبو، ويكون هو للمرة الاولى البطل اللي وقع طيارة بسهم واحد بس، وبيولع في عربية كارم وبيضربه وبياخد حقه منه، ولكن برضو ده مش بيرجعه البيت تاني. وبينتهي الفيلم على حسن وامه وهم قاعدين في الشارع وسط الكلاب. وبس كده، اشوفكم في الحلقة الجاية، سلام.